شويه معلومات كده في السريع عن الحاجات اللي بتفطر والحاجات اللي ما بتفطرش في رمضان عشان تبقى داخل رمضان كده وانت جاهز. كل سنه وانتم طيبين. لو واحد كل او شرب في رمضان وهو ناسي ده يكمل صيامه عادي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. اما انت بقى لو شفت حد بيفطر فلازم تفكره، ما تقولش يا بخته وتسيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. تذوق الطعام لغير حاجه مكروه لانه بيعرض الصوم للفساد، لكن لو واحده بتدوق الاكل عشان تشوفه هو حلو ولا جوزها يطلعها على الفطار فعادي، حتى لو نزل حاجه في بطنها من غير ما تقصد تكمل صيامها عادي. اما بقى لو بتستهبل فهتضطر تعيد اليوم تاني. لو واحد كبير في السن او مريض مرض لا يرجى برؤه، اللي هي الامراض المزمنه او المستعصيه اللي نسبه الشفاء فيها قليله، فده بيفطر عادي ويطعم عن كل يوم مسكين وما بيقضيش الايام اللي فطرها. اما بقى اللي مريض مرض مش مزمن ومنتظر ان هو يخف منه، فده بيفطر عادي ويقضي الايام اللي فطرها بعدين ومعلوش اطعام مسكين ولا حاجه. الحائض والنفساء ما ينفعش تصوم. بكرر تاني، الحائض والنفساء ما ينفعش تصوم، بتفطر الايام دي وتقضيها بعدين، لحديث عائشه رضي الله عنها لما سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاه؟ فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. لو واحده حامل والدكتوره منعتها من الصيام خوفا على الجنين فدي بتفطر وتقضي بعدين. كذلك لو واحده بترضع وخافت على الرضاع اللي معاها فبتفطر وتقضي بعدين، والاثنين ما عليهمش كفاره. لو واحد لقى شخص بيغرق او النار محوطاه من كل ناحيه ومش هيعرف ينقذه وهو صايم، لا ده يفطر وينقذه ويعيد في يوم تاني. الجماع في نهار رمضان من المفترات وعليه كفاره شديده زي كفاره الظهار، وهي انك بتصوم شهرين متتابعين مفيش ما بينهم فواصل. يعني مثلا لو فطرت في اليوم ال60 ترجع تعيد من اول وجديد. لو واحد جامع زوجته في نهار رمضان وما قدرش يصوم الكفاره فده بيطعم 60 مسكين من اوسط ما بيطعم اهله، يعني لو بياكل رز ولحمه يطلع رز ولحمه مش فول وطعميه. لو واحده جوزها اجبرها على الجماع في نهار رمضان فدي بتكمل صيامها عادي وصيامها صحيح وهو اللي عليه الكفاره. اما لو رايحه معاه بارادتها فالاثنين عليهم كفاره كل واحد لوحده. لو واحد جمع مراته في نهار رمضان في نفس اليوم كذا مره فعليه كفاره واحده. اما لو جمعها في كذا يوم فعليه كفاره بعدد الايام اللي جمعها فيه، كل يوم منهم عليه كفاره صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين. تقبيل الزوجه او لمسها في نهار رمضان ما فيهوش اي مشاكل، لكن لو واحد شديد الشهوه وما يقدرش يمسك نفسه فبلاش احسن، لما ورد في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان املككم لارب. الاستمناء او العاده السريه في نهار رمضان بتفطر وهتعيد اليوم تاني. اما بقى لو نايم شويه بالنهار واحتلمت فكمل صيامك عادي.